صباح الفل على عيونكم. النهارده هنشوف عملنا ايه النهارده في روتين الجمعه. كنت وعدتكم ان احنا نعمل شويه تفريزات علشان شهر رمضان الكريم، وعلشان برضو حاجات تسعفنا في اوقات تانية. انا عندي التفريزات بتنقسم لجزئين: حاجات بتبقى قبل ما اروح منزل السوق، تبقى حاجات متبقيه عندي في التلاجة، زي ما احنا شفنا مع بعض كده. كان عندي فراوله زياده واتبقت معايا فمحدش كلها، فانا قلت ايه، هغسلها واقطعها ونحط عليها بس رشه سكر كده، وعينها في العلبه او في الكيس في التلاجة، بتتعمل عصير في اي وقت انت عايزاه، بتبقى سهله تحت ايديك. كمان كان باقي عندي جوافه وبدات هتبدا تطرى مني كده، فلحقتها برضو قطعتها. غالبا انا بشيل البذر، بس عشان الجوافه ديت البذر فيه، يعني البذر فيها اكتر من اللحم اللي موجود بره، انا قطعتها ببذرها وبحط عليها معلقتين سكر وبعصر عليها نص ليمونه، وبرضو بحطها اما في اكياس او علب في التلاجة، تبقى جاهزة عصير في اي وقت. بالنسبة بقى للحاجات الجديدة اللي انا جبتها برضو معايا، بجيب الجزر. بنفرز الجزر بكذا طريقة. اول حاجة بقشره زي ما احنا شايفين مع بعض كده. الجزرة الكبيرة بعملها حلقات، بتنفعني في صواني لو انا بعمل صواني، او بحطها تحت الفراخ، او بحطها تحت السمك. وباخد الجزر الصغير اللي زي ده بعينه للشوربه، وممكن كمان افرز الجزر مبشور، او افرزه مكعبات للبسله. ممكن اسلقه وافرزه عشان يبقى عصير البرتقال لعصير البرتقال. كمان معايا كميه بطاطا مشويه كانت عندي في التلاجة. هرستها زي ما احنا شايفين مع بعض كده بالشوكه وعبيتها اكياس. طب هتقولي لي هتعبيها اكياس ليه؟ احنا عندنا باخد البطاطا دي بحط عليها سمنه بلدي ومعلقه عسل او معلقه سكر، وبهرسها كده، بتبقى جميله جدا وبيبقى طعمها جميل. بالنسبة بقى للحاجات الجديدة اللي بانزل اجيبها من السوق، كلحوم او خضروات، برضو ببدأ اجهز اللي اقدر اجهزه منها، والباقي اللي عايزة اشيله زي ما هو بشيله. اللحمة زي ما احنا شايفين مع بعض كده جبتها، شطفتها وقسمتها على وجبات في العلب زي ما احنا شايفين مع بعض، وهبدأ برضو اشيلها في الفريزر، للوقت اللي انا هاجي استخدمها فيه يعني. بديها شطفة خفيفة كده. حتى برضو المواسير برضو بشطفها واحطها معاها، بحيث ان انا كل وجبة بتاعتي ببقى محتاجاها بطلعها برضو، اما في علبة اما في كيس. طبعا الشتا معروف عنه انه موسم الخضروات وكده، فانا قلت ايه، انا هشيل مثلا كرنبايه واحده بواحده كده، علشان ايه، اعينها لرمضان، سواء لرمضان او للوقت اللي في الصيف بيكون فيه الكرنب مش كويس. فعلشان اعمل الكرنب ده بجيب الخضار بتاع كل كرنبايه اللي انا هستخدمه في المحشي في اليوم ده، واشيله مع الكرنبايه اللي انا سلقتها. جبت الخضار بتاع المحشي كده وبدات اشيل فيه، نضفته وشلت الايه الزوايد اللي فيه. هغسله غسله نظيفه كويسه جدا. اهم حاجه في الخضار المتفرز هو مش بيبوظ. الناس بتقولي الخضار هيبوظ منك، لا، الخضار مش بيبوظ ولا اي حاجه. بس اهم حاجه انك تغسليه كويس وتنشفيه زي ما احنا شايفين مع بعض كده، تفرديه على فوطه في المطبخ وتسيبيه براحته خالص لغايه ما ينشف. ما تعبوش في اي علبه او في اي حاجه الا ما ينشف. هتنشفيه كويس خالص زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بعد كده هتقطعيه، هيكون ناشف معاكي، تعبيه برده في العلبه او في الكيسه. قطعيه بقى بالطريقه اللي انت بتحبيها، سواء مفروم قوي سواء مفروم، حسب الحاجه اللي هتستخدميه فيها. كمان الكرنب النهارده هفرز معاكم الكرنبايه. اما نيجي نشتري الكرنبايه، اشتري الكرنبايه الخفيفه، ما اشتريش الكرنبايه التقيله، لانها بتبقى صعب انك ايه، تخرجي الورق بتاعها. هنبدا نخرج الورق الزياده اللي احنا مش عايزينه عشان نتخلص منه، وهنشيل الراس بتاعها زي ما احنا شايفين مع بعض كده. والنهارده هنسلق الكرنبايه كلها على بعضها. ناس كتير ما بتعرفش تسلق الكرنبايه مع بعضها. النهارده انا هعلمكم نسلق الكرنبايه ازاي كامله. هتجيبي حاجة حلة أو حاجة بحيث إنها تكون معاكي، تساعدك إنك تحطي كرنباية فيها مرة واحدة، فهتسهل عليكي إنك تسلقيها. يعني شوفي حاجة بالكرنباية، وجيبي الحلة اللي هتسلقي فيها أو الحاجة اللي انت تسلقي فيها بمقاسها بالظبط. زي ما احنا شايفين من بعض كده، بشيل الكرنبايه، بشيل القلب بتاع الكرنبايه اللي هي الراس اللي بتبقى الجامده دي، بشيلها خالص وافضيها. وبنجيب الميه معانا على البوتاجاز، بحط الميه تغلي. بحط ايه في الميه؟ بحط في الميه فيها شويه ملح، شويه كمون. برضو في الكرنبيط نفس الفكره، بحط ميه وكمون واحط معلقه سكر عشان كماده حافظه للكرنب، كمان عشان تحافظ على لونه ابيض زي ما هو. هبدا بقى اول ما الميه بتاعي تغلي، وممكن احط كمان ورقتين لورا. زي ما احنا شايفين مع بعض الميه بتاعتي اهي، حطيت فيها الملح واللورة. هحط برضو معلقه كمون كبيره ومعلقه سكر ومعلقه ملح، بس كده. هو ده اللي انا بحطه في الميه بتاع السلق بتاعي. هتحافظ لك على طعمه وريحته وكل حاجه، ومش هجرى له اي حاجه. هحط الكرنبايه زي ما هي. اول حاجه هحط الناحيه القاسيه اللي بتبقى جامده شويه فوق تحت، وهسيب الناحيه التانية. هحط الناحيه القاسيه دي حوالي ايه من ل 8 دقايق كده، وبعدين هقلب الكرنبايه زي ما احنا شايفين مع بعض. هيبقى سهل خالص انك تخرجي ورقه بورقه
هتاخدي الورقة تخرّجيها تشطفيها تحت الحنفية أو تحت بمَيّة باردة علشان ما تتهريش منِّك، يعني أول ما تمسكيها بإيديكِ كده وتحسي إنها استوت، تاخديها على طول في مصفى في الحوض تحت الحنفية، بحيث تبرديها وتوقّفي عملية السلق بتاعها. أول ما تبرد هتبدئي تقطّعيها، هييجي معاكم في الفيديو دلوقتي هنشوف هاقطّعها إزاي، شوفوا سهل جدًا إنِّك تخرّجي الورقة اللي استوت بسهولة خالص، أول ما تشيلي الحتّة اللي في النُص دي وتحطّيها في الحلة بتاعتِك أو الحاجة اللي هتسلقيها مرّة واحدة. بعد كده هنقطّعها، سواء تقطّعيها رولات أو تقطّعيها قطع صغيّرة حسب ما أنتِ بتحبّي تخزّنيها، برضه تحطّيها في أكياس أو في علب أو في أطباق، أي حاجة أنتِ حابّة تخزّنيها فيها وهتسيبيها فيها، بس وأنتِ بتسلقيها ما تسلقيهاش أوي لإن طول ما هي في التلاجة بتستوي، يعني كل ما تغيب عندِك في التلاجة بتستوي أكتر، فأنتِ ما تتّكيش عليها أوي في السِوى عشان ما تتهريش منِّك. طبعًا حاولوا بقى أنتم الأيام اللي جاية دي كل مرة تنزلوا السوق هاتوا حاجة كده وشيلوا. شوفوا أنا ما باشيلش كميات كبيرة في المرة الواحدة، يعني أنا كل مرة باشيل حاجة كمية صغيرة، يعني الفيديو ده عبارة عن تذكير ليكم كده، يعني تقابلِك حاجة في السوق شُفتيها عينِك جات عليها هاتيها، ومثلًا هتستخدمي الجزء اللي هتستخدميه النهارده والجزء الباقي هتشيليه زي ما أنا باعمل معاكم كده، هتلاقي نفسِك بعد فترة كده تلاقي معاكِ الفريزر ما شاء الله اتملا وبقى كويس جدًا. بعد ما خلصنا أنا وباوريكم أهو إن إحنا قطّعت الكرنب ولفّيته زي ما إحنا شايفين كده رولات، العملية بتبقى سهلة خالص، بتقطعي على الورق على قد ما أنتِ شغالة، في ناس بتحبه تقطّعه مرّة واحدة وترصه متقطّع، براحتك خالص، برضه في العلب بتاعِك كده، واللي بيطلع منه الكبير ده باقطّعه قطع صغيرة، ما ننساش اللايك.